أنا كنت متأكد إن الباب مقفول، بس لقيته مفتوح لوحده. ليه ساعات تحس إن في حاجة بتراقبك في بيتك حتى لو أنت لوحدك؟ العلم بيقول إن ده ممكن يكون مجرد وهم، بس في حالات الوهم ده بيبقى حقيقة. محمود كان عايش لوحده في شقة إيجار جديد، كل حاجة كانت طبيعية لحد ما بدأ يلاحظ حاجات غريبة. حاجات بسيطة في الأول، زي إنه يلاقي الكراسي مثلا متحركة لوحدها أو باب الأوضة مفتوح وهو متأكد إنه كان مقفول. مرة وهو راجع من الشغل لقى نور الحمام منور رغم إنه كان طفيه قبل ما يخرج. بدأ يشك في الموضوع ويقلق، بس أقنع نفسه إنها مجرد غلطة. بس لما دخل أوضته لقى الموبايل بتاعه متحرك من مكانه وكأن حد كان ماسكه. الأمر بقى أسوأ لما صحي في نص الليل على صوت همس جاي من الصالة. أما مفزوع فتح الباب ملقاش حد، لكن وهو بيقفله حس بإيد بتلمس كتفه. اتجمد مكانه، لف ببطء بس ملقاش حد. محمود فكر إنه ممكن يكون بيتخيل لحد ما صحي تاني يوم الصبح ولقى كل كراسي السفرة مقلوبة. هنا فهم إنه مش لوحده. بعد بحث طويل اكتشف إن الشقة دي كان ساكن فيها راجل عايش لوحده ومات فيها من غير ما حد يحس بيه، وجثته فضلت أسابيع قبل ما يكتشفوها. مش كل إحساس إن في حد بيراقبك بيكون وهم، أوقات المكان نفسه بيحتفظ بطاقة اللي كانوا فيه قبلك. لو حسيت بحاجة غريبة في بيتك جرب تقرأ قرآن أو تعمل أي طقوس تطهيرية تناسب معتقداتك، وأهم حاجة اسمع لإحساسك لأنه نادر ما يكذب.